للفريق الايراني، فاول ضد الفريق الايراني. اللاعب الفاول الى مهدي جاسم، تحويله في العرض، سيطر عليه ومير يطلع ويدخل من جانب العمود من مهدي جاسم، جانب العمود ضربة هدف للفريق، ضربة هدف للفريق العراقي. مهدي عبد الصاحب ممتاز، يمشي مهدي يقدر عايش. حسين الهيب يسجل هدف التعادل، حسين الهيب يسجل هدف التعادل من باقي في الدقيقة 30 تماما، في الدقيقة 30. لغى ضربة الزاوية إلى عباس كاركا، يقطعها من حسين الهيبي، ممتازة إلى هادي جنابي، إلى حسين سعيد في الوسط. حسين يسحب كرة من اثنين ويطلع الثالث، ممتاز حسين. هجمة ممتازة هسه الآن، هجمة ممتازة إلى مهدي. ضربة طويلة، سعد توما ضربة رأس، كبير عادي يطلع، ممتازة عادي يمشي طريقة إلى جون. يطلع هادي، ممتازة إلى مهدي، يضرب ترتطم بالعرضة، سعيد يجي يسجل الهدف، هدف الهدف الثالث. حسين سعيد يسجله وباقي 11 دقيقة على انتهاء المباراة. هذا لعب الفاول، ضربة عالية برا استاذ، ضربة حسين سعيد يسجل الهدف الرابع، تحويله من ايغد لحسين سعيداني مرتاح له، صار الرابع يسجله وانتهى الوقت. الهدف الرابع الفريق العراقي حسين سعيد يسجله، وزي حارس المرمى الايراني ما يقدر الفريق العراقي 4 والفريق الايراني 6 مع خضير 9 هادي احمد لعلي كاظم، وانتظر الاثنين. هادي احمد مره ثانيه داخل منطقه 18 يعليها، جول صلاح حسن، جول صلاح حسن، جول حلوه، لعبه حلوه من هادي احمد وجول صلاح حسن، جول ظهر بالصوره طالع التصوير بطيء وحطها بالراس وهو طاير. صلاح حسن لعبه حلوه، قديش داخل الجول بالدقيقه 40. صفر لصالح العراق وفي ضربه ركنيه الان، لعبت لبرا وعلي كاظم مش حلوه، الله جول رقم مو باين بالصوره، رقم 2 عدنان درجال يسدد كرة قوية بشماله، تدش على شمال حارس المرمى، مسجل منها الهدف الثاني. عدنان درجال ظاهر يلعبها ناحية علاء احمد على مركز الخطورية اليمين وبيحاول يعدي، وفيطح مغطي على علاء احمد، بيلعبها عرضي ثوري. هادي احمد بيطلعها وبيلعبها، توصل تدخل، كرة حلوة ملعوبة، جول كرة حلوة ملعوبة، تمريرة جول في الدقيقة 9، كرة ملعوبة تدخل من هادي احمد، وهادي احمد لما لعب هادي احمد لعبها تدخل هو صلاح حسن، هو الهدف صلاح حسن، جول في الدقيقة 9 جول تدخل هو صلاح حسن، هو الهدف صلاح حسن، جول على الصعبة لو فتوا ولا تصعب، على الصعبات لو فتوا ولا تصعب، هذا لعبنا من زمان، هذا لعبنا. ألتقي معكم لنقل أحداث مباراة شباب العراق وشباب الأرجنتين. وكرة جميلة إلى خارج اليمين، رياض يحول كرة خطرة
ولا زالت خطره ولي الى ليث يقدر يسدد لكن تنقطع من الفريق الارجنتيني. هجمه خطره لصالح المنتخب وهذا رياض عبد العباس تنقطع من الفريق العراقي. شوف الهجمات لصالح الفريق العراقي صاروا 4-5. خط الوسط قويه حلو كره ملعوبه وممتازه رياض عبد العباس. رياض يمر وقويه من رياض كرسيدو من الارجنتين. شوفوا الزخم الدفاعي لفريقنا مستحيل يعني النادر انه يقدر يخترق اللاعب الارجنتيني. وهذه هجمه من ليث حسين واثنين من اللاعبين الارجنتينيين. ليث يحول الى الجانب الاخر وقويه خطره هذه الله خطره هذه كانت من رياض عبد العباس. مناوله جميله من ليث حسين للمره الثانيه والثالثه. كان صحيح وكره من كان صحيح وكرة من الله. كرة ترتطم بالعارضة وعلى خط المرمى تماما من راضي شنيشل. راضي كابتن الفريق العراقي يتقدم، مدافع الفريق العراقي يتقدم ويسدد كرة من خارج منطقة الجزاء وترتطم بالعارضة. كاد أن يكون أجمل أهداف هذه. الجمهور السعودي يازر الفريق العراقي يعني مشكور الجمهور السعودي ومشكورين كل أبناء الخليج والأشقاء المصريين وكل العرب لمؤازرتهم الفريق العراقي في هذا التجمع العالمي الكبير. من الفريق الأرجنتيني تحويلة من الفريق الأرجنتيني وماكو خطورة على الفريق العراقي يعني أبدا. كل الكرات مقطوعة من الدفاع العراقي. وهذا سعد عبد الحميد كرة عالية من سعد وهذه هجمة خطرة من ليث حسين في جهة اليمين. يلا يا ليث ويمر ليث داخل منطقة الجزاء. خطرة هذه خطرة. تنبيه يبدو من مراقب الخط إلى الحكم التشيكوسلوفاكي من 3 اللي هو عباس عطية. وهذا كارت أحمر إلى اللاعب سليم حسين من الفريق العراقي. والآن الفريق العراقي راح يلعب ب10 لاعبين. عطية وكرة سريعة ملعوبة لكن تنقطع مرة أخرى من بوغيو. وهذا سعد عبد الحميد. سعد عبد الحميد طبعا اللاعب اللي يطرد يحرم مباراة. وهذا سعد عبد الحميد المتقدم. هجمة خطرة الله خطرة ب10 لاعبين والفريق العراقي ضاغط ويسدد سعد عبد الحميد. عماد هاشم الفريق العراقي للشباب اللي قدم هذه المستويات في هذه البطولة. كرة تنلعب وتنقطع واحنا دقيقة 11 من الشوط الثاني من المباراة. دقيقة 56 وهجمة الله هجمة من محمد عبد الحسين لاعب نادي الجيش. شوف تمر بجانب القاع. عدة يعني كرات يعني خاصة الكرة الخطرة اللي راضي شنيشل في الشوط الأول من المباراة تطمد بالعارضة وعلى خط المرمى يبعدها الدفاع إلى ضربة زاوية. لاحظها بالإعادة المرة الثانية. هذا محمد عبد الحسين الفريق العراقي. محمد عبد الحسين وهذه خطرة هجمة خطرة ليث حسين ولا زالت خطرة جول بإيده وأعتقد ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي. ليث كرة مرة خشة بالجول لو بإيده بالجول كان جول ما يحتسب الحكم. ضربة جزاء على كل بما أنه صارت بإيده وتطمد بالعارضة. الحكم احتسب ضربة جزاء لصالح الفريق العراقي. الله مشهد رائع. شوف إيده شنيشل يلعب ضربة الجزاء واحنا في الدقيقة 23. يتقدم راضي شنيشل راضي هدف للعراق. هدف واحد للعراق ب10 لاعبين ضد الفريق الإسباني. سجل راضي شنيشل في الدقيقة 68 من المباراة. الهدف الرابع للعراق في هذه البطولة من ضربة جزاء وراضي شنيشل. لاحظها مرة أخرى حارس المرمى على اليسار والكرة على يمينه ومرة أخرى. شوف شلون خداع من راضي شنيشل كابتن العراق لاعب نادي الزوراء. يرمي كرة على يمين حارس المرمى وحارس المرمى يرمي نفسه على جهة اليسار وهدف واحد. المدرب الأرجنتيني كارلوس بشامي والفريق العراقي